السلام عليكم ورحمة السلام الله عليكم وبركاته. ورحمة الله اللهم صل وبركاته. وسلم وبارك على سيدنا محمد ازيكم وعلى آله عاملين وصحبه ايه؟ أجمعين. النهاردة ازيكم انا اول عاملين مرة ايه؟ اسجل فيديو معاكم واول مرة النهاردة انزل أنا فيديو. حبيت أصور بس انا فيديو عملت حاجة معاكم، انا كنت أجرب كده أشوف حباها وكنت حابة ان هنفع انا في تصوير اعملها في الفيديوهات ولا البيت لأ. عشان كنت عاملة النهاردة حاجة نضافة، جديدة عليا، وان هي لأول مرة ابقى أعملها. ضامنة ان اللحمة هعملها من بتاعتي الألف للياء كويسة في البيت، وكده. اللي هي كفتة الرز. احنا طبعا كلنا بنجيبها من بره وبنروح عند الجزار ونفرمها. بس بصراحة يعني الواحد مش بيبقى ضامن النظافة بتاع المفرمة وكده، فقلت اجرب اعملها في البيت، وطلعت طريقتها سهلة جدا وطلعت حلوة جدا. فخلاص انا هعتمدها ومش هجيبها من بره تاني. وهي طريقتها والله طلعت سهلة جدا يعني، ما فيهاش افتكاسات كتير. معايا ربع كيلو لحمه. أنا قلت اجرب في كميه بسيطه عشان لو باظت مني ما ازعلش على اللحمه يعني. فدي ربع كيلو لحمه، وفي توابل، وفي معلقه توم كبيره، وبصلايه، وشويه كده خضره مشكله. دلوقتي انا هقطع البصل وهحطه في الكبة بتاعتي. وكان معايا كمان عامل الربط اللي هيربط لي الكفتة ومش هيخليها تفك. المفروض دوت دقيق رز. احنا في العادية المفرمة بتاعة الجزار احنا بناخد الرز سليم. فطبعا انا خفت على المفرمة دي ان هي اكيد مش مهما كانت قوتها هي مش هتعرف تفرم الرز كويس. فانا جبت المطحنة الصغيرة بتاع الخلاط وغسلت الرز مرة واتنين وتلاتة، وحطيته يعني حطيته على فوطة كده عشان ينشف، وسيبته يوم. وبعدين جبت المطحنة الصغيرة بتاع الخلاط، وقمت طحنة فيها الرز، وكنت كل شوية بنخله بمصفى واطحنه تاني عشان بس ما يبقاش فيه حبيبات وتبوظ وتبقى خشنة الكفتة بتاعتي خشنة. فانا هنا قطعت الخضرة وقطعت البصل في الكبة بتاعتي. التوابل بقى هي كانت ملح وفلفل وبابريكا وكمون وكزبرة، يعني شوية توابل كده، وسبع بهارات. انا بحب سبع بهارات جدا في الاكل. وتوم باودر وبصل باودر. هنا انا ضربت الخضرة مع البصلاية، انعمهم شوية قبل ما احط اللحمة. هنا هحط الرز. دي الرز اللي انا طحناه في المطحنة. وفي على فكرة انا بدأت بعد كده اجيب دقيق الرز مطحون جاهز من جملة ماركت. انا مش فاكرة الكيلو بكام، بس هو مش غالي اوفر يعني. وكده اسهل. هي تقريبا ربع كيلو اللحمة بنحط لها نص كيلو سوري نص كوباية رز مطحون. هنا بقى هبتدي احط هنزل بيه الاول، هحط كله تقريبا. ده التوم والتوابل واللحمة بتاعتي. انا اول مرة اصور والرينج لايت كان مكسور وكانت حوسة بصراحة، واول مرة اصور. فعايزاكم لو التصوير حلو والوصفة عجبتكم شجعوني، عشان هظبطكم بعد كده فيديوهات بقى. ال ال الكبة دي انا بقعد في وقت كبير جدا على ما بعرف اظبط الغطا بتاعها، مش عارفة ليه. لدرجة ان انا هفصل الكاميرا واروح احطها وارجع لكم تاني. حوسة. بس هي ليها تكة كده في ان انا احط الغطا ده، وعرفته يعني الحمد لله، ما بقيتش احتاس كده. هنا ضربت. هقعد اضرب شوية حلوين لحد ما الاقي ان الكفتة بقت كتلة كده على جنب، زي مثلا لما بنعجن العجينة في العجان ونعرف ان العجينة بقت كويسة لما العجينة تلم. هنا الكفتة بتاعتي برضو
هفضل اضرب فيها لحد ما هلاقيها لمت كده في جنب من الخلاط او من الكبة، فانا هعرف ان هي كده الكفتة بقت كويسة معجونة كويس يعني، وكانت ناعمة ومفكتش في الزيت خالص، وده كله هتشوفوه معايا. الكفتة بدأت تلم. هنا قربت لكم الكاميرا عشان تشوفوها وهي بتلم. انا ما كنتش مصدقه بصراحه ان انا لقيتها زي الكفته العاديه اللي احنا بنعملها بره. ايه ده، طلعت الطريقه سهله اهي يعني، احنا ليه بنروح بره صبعتها مع نفسي بقى طبعا. يعني المنظر مش متناسق. ماما كانت على طول تقعد تتخانق معانا، ولا وظبطه، ده طويل ده قصير ده تخين ده رفيع، بس انا مش بيفرق معايا يعني، هو عادي يعني، كله هيتقلي في الزيت وكله هيتاكل يعني، فتصبيع عشوائي شويه. هنا بقى جينا نعمل الصلصه. في ناس بتعمل الصلصه بتاع الكفته بالبصل، وفي ناس بتعملها بالثوم، وفي ناس بتعملها بالاتنين. فلا انا بعملها بالبصل، وبحط لها حته توم صغيره كده، معلقه صغيره كده. انا هنا قطمت معاكم واحده. البصل ده بقى انا بفرزه. بجيب كمية بصل كبيرة وبحملها في الكبة، وبفردها في الأكياس كده، وبفردها سمك رفيع خالص، وبحتفظ بيها في الفريزر. بتسهل عليا جدا 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 الأكل. بعمله في مفيش، لأن أنا واحدة ما بعرفش أخرط بصل، فمش هطلع الكبة عشان بصلاية صغيرة. تمام. فبضطر ان انا اعمله كده، والطريقه دي حلوه جدا جدا، ولونه مش بيغير، مش بيعمل ريحه في الفريزر خالص.